عندنا هالات مش مقتنعين بنفسنا كده. كل ما نبص لنفسنا في المراية ما نصورش نفسنا ان احنا ننزل نقابل الناس بالمنظر ده، فبنضطر نحط حاجات كتير جدا زي الفاونديشن والكونسيلر وحاجات كتير عشان نخفيها تماما، لدرجة انها بدأت تأثر على ثقتنا في نفسنا. بس احنا مفكرناش ازاي نعالجها ونفهم انواعها ازاي نتخلص منها. انا نورهان واحنا في كوزموتي. على فكرة، الهالات مش شرط تكون سودة، لا دي ممكن تبقى بنفسجي او زرقاء او حتى بني. طب يا ترى احنا بنلاقي ناس ما عندهمش هالات اصلا؟ يا ترى ايه السبب؟ السبب ان ممكن يكون كبر السن. ايوه، انا كل ما بكبر في السن جلدي بيبدا يبقى رقيق اكتر ويبقى خفيف لدرجه ان هو بيبين الحاجات اللي تحتيه، والحاجات دي هي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي العين ذات نفسها. تاني حاجه، ممكن يكون انا عندي حد من العيله عنده هالات فانا واخدها منه وراثه. وكمان في دراسات اثبتت ان الناس اللي بشرتهم غامقه بيبقوا اكتر عرضه للهالات. كمان ان ممكن يكون الشخص مش بينام كويس وما بيحصلش على نوم كافي او حتى نومه مش في ميعاد مظبوط. كمان الشخص ده ممكن يكون عنده جفاف لقلة شرب المية، او الشخص ده بيحرك عينه كتير او بيفرك في عينه كتير وبيدعك فيها كتير. ممكن يكون عندي اكزيما او التهاب الجلد الالتماسي ودي بتسبب اتساع اكتر في الاوعية الدموية. في شخص مش بياكل كويس فعنده انيميا نقص الحديد، او شخص بيتعرض للشمس كتير فبيحصل له تصبغ، او شخص دايما عايش في ستريس ومدمن سجاير، او شخص عنده جلوكوما فبيستخدم انواع من القطرات اسمها البيماتوبروست. كمان الشخص ده ممكن يكون عنده مشاكل في الغدة الدرقية. كل دي اسباب الهالات. طب هي كده اسودت في وشنا؟ لا، انا بقول الاسباب بس عشان نتجنب ما يمكن تجنبه، وبالتالي هنتجنب حدوث الهالات او على الاقل هنقللها. طب اكيد مش هنقدر نوقف غير لما نشوف العلاج. يلا بينا. الاول بس عايزين نعرف ان العلاج دوائي وغير دوائي. اول حاجة انك تجيب واقي شمسي، سان جلاسز، طاقية، روق على نفسك كده. عارفين الناس اللي بتحط الخيار على عينيهم؟ الناس دي بتفهم وزي الفل، لان الخيار بيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي والمية، وبالتالي انا امتصيت مواد جميلة جدا عالجت لي حاجات كتير منهم الجفاف. كمان في دراسات اثبتت انك لما تجيب معلقتين من المعدن بتوع الاكل عادي وتسقعهم كويس وبعدين بتحطهم على الهالات بيبدأ يشد الاوعية الدموية والجلد وبالتالي بيحسن من المظهر. عارفين برضو الشاي؟ مش ده، او فتلة. استنى اول لما الفتلة تبرد وابدأ حطها على الهالات، لان الدراسات اثبتت ان الشاي بيحتوي على كافيين وانتي اوكسيدنتس. كل الحاجات دي بتحسن من الدورة الدموية داخل الاوعية الدموية اللي تحت العين. ده ممكن الاقيه في كل بيت عادي جدا. هقولك طب بالنسبة للعلاج الدوائي، يلا بينا. العلاج الدوائي عبارة عن كريمات تقشير أو كريمات بتحتوي على فيتامين سي. كريمات التقشير زي الهيدروكينون أو التريتينوين، والكريمات دي بتستخدم لمدة ما تقلش عن 3 شهور. تاني حاجة ممكن كريمات تحتوي على الألفا هيدروكسي أسيد زي اللاكتيك أسيد والجلايكوليك أسيد، أو كريمات بتحتوي على الأزيليك أسيد الكوجيك أسيد. تالت حاجة ممكن نستخدم أنواع من الفيلرز زي الهيالورونيك أسيد، أو بيتم استخدام أنواع من الليزر معينة، أو بيتم استخدام أنواع من الجراحة بيتم فيها إزالة الدهون الزايدة والجلد الزايد. كمان ممكن يتم حقن أنواع من البلاد. بس خلي بالك ساعات الهالات بتدل على حالات مرضية زي ما قلنا أنيميا نقص الحديد أو مشاكل في الغدة الدرقية. طب أنيميا نقص الحديد أعرف إزاي؟ غالبا انت اكلك ما بيبقاش كويس ودايما بتبقى دايخ وعندك قابليه انك ممكن تاكل اي حاجه لو كرتون مثلا، بس دي في الحالات الشديده جدا. اما بالنسبه لمشاكل في الغده الدرقيه فاكتر عرض بيظهر وهو نقص مفاجئ في الوزن وسريع جدا. بس كده بكون احنا خلصنا حلقتنا النهارده عن الهالات. لو في اي استفسار او اي مشكله سيبولي كومنت في الفيديو وانا هتواصل معاكم. كمان ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.